وحشتوني بجد. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. طبعا بقالنا كتير ما عملناش فيديو يوتيوب، حوالي بقالنا أسبوعين أو 3، ولكن عدنا والعود أحمد. يلا بينا نبدأ الفيديو. الفيديو ده هقول لك الزيتونية أو هقول لك الزيتونية اللي ممكن تفرق في شكل لبسك جدا، أو لبسك. يعني يا جماعة أنا هحاول أتكلم بمحايد، تغير شكل لبسكم من زيرو لتوب 10 كده. ازاي؟ بتريكس بسيطه جدا، ودي اول تريكايه هكلمها لكم في الفيديو ده، وهو الكالر سايكل. الكالر سايكل او عجله الالوان من الحاجات اللي الناس كلها بتعتمد عليها على فكره. الناس كلها بتستخدمها، منهم بقى الفاشن بلوجرز والناس اللي هم الفاشن ديزاينرز والحاجات من دول، كلهم بيستخدموا التركايه دي. مش في كل الاوقات طبعا بيستخدموها، ومش هي التركايه الوحيده، فعشان كده قلت لكم ان هي دي تريكس 1، لان في تريكات كتيره جدا وهناقشها مع بعض في هذا الفيديو، ان انا افضح لكم كل الموضوع ده. اعتقد معظم الناس تبقى عارفه هذا التريك، وهي الكالر سايكل او عجله الالوان. عجله الالوان من الحاجات اللي معظم الناس بتستخدمها، سواء كان في الرسم، سواء كان في الستايل، سواء كان في الديكوريشن، سواء في حاجات كتيره جدا الناس بتستخدم عجله الالوان. عجله الالوان ليها حوالي 7 قواعد، هنناقشهم كلها مع بعض النهارده، وهوريكم ستايل مختلفه عشان خاطر ان انتوا فعلا تحسوا ان هي فعلا بتفرق جدا. وكان على فكره ممكن في ستايلات او الوان ما مش حاسس ان هي مش لايقه على بعضها، ولما تيجي تلبسها تلاقيها تحفه. وفي الوان تحس ان هي برضو مش لايقه على بعضها، وتيجي تلبسها هي فعلا مش لايقه على بعضها. فهي في الاخر حسب الذوق، وحسب انت الالوان دي انت بتحبها، او الالوان دي انت مرتاح في اللبس ده ولا لا. فيلا بينا بقى اقول لكم عن ال7 قواعد اللي الناس بتستخدمها. مسكنا التابلت عشان مش عايزين ننسى اي حاجه. اول حاجه وهي مونوكروماتيك. ايه هي المونوكروماتيك؟ المونوكروماتيك يعني انا ببدا ان انا اختار لون واحد من اي الوان، وابدا اخد الوانه كلها، تدريج الالوان بتاعته. يعني مثلا الازرق، الازرق السماوي، الازرق الغامق، الازرق الفاتح، الدارك بلو. يعني هتبدا ان انت تاخد كل ديجرادي الالوان كلها. فعشان كده بيسموها مونوكروماتيك او بيسموها ديجرادي. تمام. بتبقى حلوه قوي، وعلى فكره بتبقى شيك جدا، والناس بتستخدمها في الشتاء. عشان كده الشتاء دايما بيبقى تحس ان هو الوان هاديه ونود، لان الناس بتستخدم مونوكروماتيك، بتستخدم البيج بدرجاته والبني بدرجاته. فده المونوكروماتيك. وتاني حاجه وهو الكومبلمنتري. ايه هو الكومبلمنتري؟ الكومبلمنتري ان انا اخد لونين قصاد بعض، ايا كان اللونين فين، المهم يكونوا في عجله الالوان قصاد بعض. اخد اللونين دول وابدا ان انا ادخلهم في اي طقم عندي، او في اي تيشيرتات عندي، او في اي لبس عندي. بيستخدموها طبعا زي ما قلت لكم، بيستخدموها في الاساس، وبيستخدموها في الستايل، وبيستخدموها في كل حاجه يعتبر في الحياه. عشان كده دي اسمها كومبلمنتري. طبعا انا بحط لكم صور عشان تشوفوا تناسق الالوان مع بعض. طبعا ممكن تختاروا اي لونين، مش شرط الالوان اللي انا بحطها لكم على الفيديو هنا. ممكن تختار اي الوان انت من عندك وتنسقها. تالت حاجه وهو الترايادك. ايه الترايادك ده؟ ترايادك يعني تراي يعني 3، فترايادك يعني شكل مثلث كده. ببدا ان انا اخد ال3 الوان اللي على الجناب، برضو انسقهم مع بعض. بيبقوا لزاز، بس بتبقى صعبه شويه عند الولاد، لان مش هنعرف نجيب 3 الوان. بس بتبقى سهله جدا في الشتاء، لان ممكن تغير في الجاكيت، تغير في البنطلون، تغير في التيشيرت. فعندك 3 الوان اهو، 3 حاجات تقدر تغير فيهم ال3 الوان. البنات بتبقى كتير جدا، ممكن تغير الطرحه والشنطه وهكذا يعني. فده اسمه تريادك، بتستخدم ال3 الوان على شكل المثلث، تاخد ال3 الوان. رابع حاجه او اللي هو الريكتانجولار. ريكتانجولار على شكل الريكتانجل. تمام. مش عارف اسمه بالعربي، هحاول احطه لكم هنا. وهو تاخد ال4 الوان اللي على الجناب. ال4 الوان اللي على الجناب برضو هتبقى صعبه بالنسبه لنا، عشان مفيش حاجه نغيرها كتير في الطقم. ولكن احنا ممكن نلعب بقى على الكوفيه في الشتاء، ممكن نلعب على الشنطه. يعني في ناس كتيره بتستخدم شنط، بس ده دايما احنا بنحب نوحد الشنط، يا سودا يا بني وكده. بس ممكن في ناس ممكن تلعب على الشنط. وممكن بقى نلعب مثلا في درجه الحزام مع الساعه. فممكن نلعب بقى في الاكسسوارز اللي هي دي، نغير مثلا الكوتشي وهكذا. فممكن نحاول نجيب ال4 الوان. فده اسمه الريكتانجولار، بتاخد ال4 الوان اللي على حروف الريكتانجل كده. خامس حاجه وهو التدرادك او السكوير. هو زي الريكتانجولار بالظبط، ولكن الريكتانجولار بيبقى تحس ان هو بياخد الالوان اللي هي، يعني ياخد لون ويسيب لون وياخد لون مثلا، ونفس الكلام. ففي الوان ممكن ما تتاخدش مع بعض، فتتاخد بالسكوير اللي هو التدراتيك، اللي هو هنحاول ان احنا نكبر شويه ونصغر. تبدا في الوان تتاخد مع بعض، برضو بيبقى 4 الوان مع بعض اسمهم تدراتيك، شبه الريكتانجلر بالظبط يعني. سادس حاجه وهي الانالوج. الانالوج بتاخد 3 الوان
جنب بعض. 3 ألوان جنب بعض على فكرة باحس إن هو بيبقى حلوين، يعني 3 ألوان بيبقى جنب بعض بحيث إن ده يدّي theme مختلف والlook مختلف جدًا. فدي هي الأنالوج بتاخد 3 ألوان جنب بعض برضه أيًا كان 3 ألوان بيكونوا فين. سابع حاجة ودي اسمها analog complementary. إحنا قُلنا الcomplementary يعني باخد اللونين قصاد بعض، الأنالوج باخد 3 ألوان ورا بعض، فأنا باخد 3 ألوان ورا بعض مع لون قصاد اللي في النُص بالضبط، بنسميها analog complementary. ودي بتبقى برضه 4 ألوان، هي برضه بنحاول يعني ده كُلّه بيحاول إن هو يتمحور إن أنا باحاول أجيب كل الألوان أمزجهم مع بعض. ممكن في ألوان تطلع حلوة وفي ألوان ما تطلعش حلوة، يعني أنا هاحاول برضه أحط لكم ألوان مش حلوة، يعني أنا شايفها إن هي مش لذيذة، الناس بتبقى لابسة أصفر مع purple مع بتبقى it's weird شوية، بس في برضه ناس بتعملها styling بطريقة بتبقى حلوة، هو بتبقى على حسب الstyling بتاعك. تامن حاجة وهي آخر حاجة اللي هي split complementary، شبه المثلث بالضبط بس باخدها على أرفع شوية. الcomplementary 2 قصاد بعض وهاخد شرطة كده بنسميها، يعني أنا باسميها المثلث الرفيع كده، تبقى اسمها split complementary، برضه بيكون 3 ألوان مع بعض، وال3 ألوان برضه بتستخدمهم أي ألوان أو أي طريقة تلف بقى لعجلة الألوان كلها. دي كانت 8 قواعد، أنا مش عارف أنا قُلت لكم الأول الفيديو 7 والّا 8، ولكن دي قواعد عجلة الألوان اللي معظم الناس بتستخدمها. طبعًا زي ما قُلت لكم في أول الفيديو مش شرط يكون كل الألوان تبقى حلوة مع بعضها، في ألوان ما بتبقاش أحسن حاجة، في ألوان تحس إن هي توجع العين كده أو تشمئز منها كده، فأنت حاول إن أنت لمّا تيجي تعمل styling لألوان تحاول إن هي تكون حلوة وتكون attractive وتكون يعني العين مرتاحة لها، عشان في ألوان ممكن العين ما ترتاحلهاش. في الأول والآخر طالما هي الألوان أنت حاببها ومتناسقة مع بعض خلاص go ahead انطلق بقى وورينا الإبداع. وفي الإنستجرام الناس مش متابعاني على الإنستجرام، أنا عملت degradé الblue، خدت درجات الmonochromatic بتاعة الأزرق وعملت styling بيها، هاحاول أحط لكم اللينك في الdescription. وإن شاء الله هاحاول برضه في الشتا ده أكمّل باقي عجلة الألوان، أقول لكم إزاي ننسّق الألوان مع بعض في مع عجلة الألوان. وكمان برضه عملت to reel على الإنستجرام إن هي عجلة ألوان اختارت لي اللبس، شبيهة شوية باللي إحنا بنعمله، بس يعني إيه بعيدة، برضه هاحط لكم اللينك في الdescription. وما تنسوش تعملوا لي follow، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي لو أنتم عايزين الtips والtricks اللي الناس بتستخدمها في تنسيق الألوان والأساس وكل حاجة، قولوا لي في الcomment تحت. وإن شاء الله أشوفكم في الأسبوع الجاي، ما تنساش إنك تعمل لايك وcomment وshare وتعمل follow على الإنستجرام، وكمان تعمل على التيك توك لأن إحنا فتحنا page على التيك توك. هاستناكم هناك وإن شاء الله أشوفكم بخير، صحة جيدة، باي باي.